ازيكم يا حلوين؟ البريوش بطريقة سهلة وبسيطة. هنعمل عجينة حكاية. يلا بسرعة نشوف الطريقة. اول حاجة معايا 4 كوبايات من الدقيق، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين كبار من السكر، معايا نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. نقلب كل المكونات الجافة مع بعض. تمام كده. نفرغ كده حفرة كده في النص، وابتدي انزل عليها بقى ببضاية وبياض بيضاية. تمام كده. الصفار طبعا هنستخدمه ونركنه على جنب. ومعايا كمان معلقه صغيره من الخل، معايا كوبايه من اللبن. طبعا الخل انا حطيته عشان الزفاره، ونقدر كمان نضيف نقطتين من الفانيليا. هبتدي اضرب المكونات دي، ولو احتاجت طبعا لبن ببتدي ان انا ازود لها. انا احتاجت معايا معلقتين لبن زودت لها، وده على حسب نوع الدقيق. هنا بعد ما ضربتها وبقيت اوصل خلاص لقوام العجينه اللي انا عايزاه، ضفت معلقتين كبار من الزيت، وكمان ضفت ربع كوبايه من الزبده. هبتدي بقى اقلب، يعني اعجن العجينه كويس جدا لمده متقلش عن 10 دقايق، لحد ما اوصل لقوام عجينه مثالي. حرفيا عجينه عامله زي الملبن، طريه جدا في ايدك، مش بتلزق خالص. وفي نفس الوقت كمان لو جينا شديناها تبقى مطاطيه كده وطريه جدا، عامله زي الاستك معانا مش بتتقطع. زي ما انتم شايفين قوام العجينه تحفه، ولا ريحتها تحفه يا جماعه. هبتدي بقى ادهن دهنه بسيطه كده الطبق، واغطيها بالاسترتش واسيبها تخمر. لو الجو دافي هسيبها تخمر نص ساعة، لو الجو بارد هسيبها تخمر لحد الساعة. تمام. اول ما تضاعف حجمها اديتها البوكس المتين، وابتدي بقى اقطع العجينة واعمل كور صغيرة زي ما انتم شايفين. تمام كده. بقطع قطعة قطعة كده متساوية، يعني قد البرتقانة الصغننة. تمام. وابتدي اكورها على طول كده على على الرخامة، وبتتكور معايا على طول. وهبتدي ان انا ابتدي باول كورة انا كورتها بعد ما اخلص المقدار كله. طبعا اول حاجة معانا انا هعمل السادة عادية خالص. انا عملت فردتها عادي العجينة، وابتديت اعمل شرايط، وابتديت الفها بشكل موارب كده. تمام. وبعدين لفتها من الجنبين بالشكل ده. هعمل واحدة تانية، فردت برضو واحدة، وهبتدي ان انا عملتها برضو شرايط، وابتدي اخدها بالجنب كده وانا ببرمها. تمام كده. وابتدي برضو الفها كويس جدا وبتلزق. عايزة اقول لكم العجينة حلوة جدا، بتتشكل معاكي بكل سلاسة وسهولة. حلوة جدا وجميلة. اعملي بقى الاشكال اللي انت حباها كلها. طبعا الشكل ده برضو انا فردته بالشكل ده، وابتدي بقى احط مربى مشمش. تمام. عايزه اقول لكم بقى ان دي طلعت طعمها تحفه جميله جدا. هبتدي بعد ما احط بقى المشمش، حطيت شويه من الزبيب، وهحط كمان من الشوكليت شيبس. تمام، الشوكولاته. وهبتدي ان انا الفها كويس جدا. حاولوا ما تكتروش يعني الحشوه تبقى مظبوطه على قد العجينه، عشان ما تتقطعش من لو اتقطعت مفيش مشكله، عشان انا اتقطعت معايا واحده، فمفيش مشكله برضو طلعت تحفه. ببتدي برضو بلفها زي الحلزون كده، وده الشكل التاني بتاعنا. هنعمل برضو واحده تانية. حطيت زبيب وشوكليت شيبس، وببتدي ان انا الفها. وبعدين بحاول ان انا افردها شويه، ان انا اطول الانبوب اللي احنا عاملينه ده، اللي هي يعني العجينه الاسطوانه دي. وبعدين بلفها زي الحلزونه بالشكل ده. سهلة جدا وبسيطة، شكلها لذيذ قوي. طبعا هنا بقى تاني حاجة، جبت بقى قطعة من الكور الكبيرة. لو تلاحظوا ان انا عملت كور صغيرة وكبيرة. الكور الكبيرة دي انا حشيتها تمر. تمام. دي عجوة يا جماعة. انا ضايفة عليها بس كل اللي انا ضايفاه عليها معلقة كبيرة من الزبدة، وضايفة عليها رشة قرفة، بس مش اكتر ولا اقل. وطبعا العجينة معايا تحفة بالجمال ده. حطيتها، وببتدي بعد ما بحطها بكورها كويس جدا كده زي الاسطوانة، عشان لحد ما ارققها واوزع العجينه فيها. تمام كده. هنا بقى حبيت اعمل واحد دهنته كده دهنه بسيطه جدا من الميه، وحطيت عليها سمسم زي ما انتم شايفين. طبعا هضفرها بالشكل ده. باخد كل واحد في جهه. تمام. هبتدي بقى اعمل ضفيره. طبعا تقدروا ان انتوا تعملوا الضفيره اكبر من كده او اصغر على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. طبعا انا كده خلاص ظبطت كده الضفيره بتاعتي وممتازه ومظبوطه جدا بالنسبه لي. هبتدي بقى ان انا الجزء اللي انا عايزه احط فيه سمسم بدهنه دهنه بسيطه جدا من الميه بس. تمام. وببتدي بقى اخد بقى الضفيره دي واحطها على الصاج اللي انا هخبز فيه. طبعا عايزه اقول لكم تعالوا نعمل برضو شكل تاني. هنعمل الشكل ده ان انا هفضل هلفها كده زي الاسطوانه، وبعدين بروح ماسكاها من النص يعني بلفها كده على بعض، وبعدين اخدها واقفلها الحلقه داير ما يدور كده على بعض. برضو الشكل ده حلو قوي. تعالوا برضو نعمل برضو الشكل ده. انا ده حشيته شوكولاته.
تمام. جبت كوره كده برضو كبيره، ابتديت اغلفها كده يعني احشيها بالشوكولاته، وبعدين هقفلها نصين. تمام. دي حلوه جدا، بس ما تكتروش حشوه الشوكولاته، لان انا الشوكولاته طلعت بره العجينه وخدت بقت كلها اصلا الشوكليت خالص. فيعني حاولوا ان انتوا تقللوا فيها الشوكولاته نوعا ما. تمام. او تتخنوا سمك العجينه. طبعا بلفها برضو زي ما انتم ما شفتوا كده. باخد واحده شريط وببتدي ان انا الفها بالشكل ده. طبعا في خلال الفتره دي بقى انا خلصت يعني الكميه بتاعتي كلها. هسيبها تخمر تاني لمده 35 دقيقه ل 40 دقيقه. تمام. لحد برضو ما يتضاعف حجمها. طبعا هشغل الفرن على درجه حراره 200. تمام كده الفرن بتاعي سخن. وهي ما شاء الله اختمرت وبقت حلوه جدا. هبتدي بقى صفار البيضه اللي احنا سيبناه في الاول. حطيت عليه قهوه سريعه الذوبان ومعلقتين من اللبن وضربته كويس جدا، وابتدي ادهن بيه كل البريوش، عجينه البريوش بتاعتي هدهنها بيه عشان تاخد اللون حلو قوي. تمام. وطبعا نستغل برضو صفار البيض احنا استخدمناه. احنا خدنا في العجينه بيضايه وبياض بيضايه، والصفار طبعا هنستخدمه في ان احنا ندهن الوش. تمام كده. هدهن بقى المقدار كله. عايزه اقول لكم ان ما شاء الله خدت بالظبط يعني ربع ساعه، 12 دقيقه، ربع ساعه بالكتير. طلعت معايا بالجمال ده. العجينه تحفه، طريه جدا جدا، عامله زي القطن. عايزه اوريكم بصوا الجمال. تحفه يا جماعه، كل الاشكال اللي احنا عملناها خطيره حلوه قوي. طبعا انا كنت دهنه بسيطه جدا من الزيت الصاج، وحط عليه رشه بسيطه جدا من الدقيق. تمام كده. وبحطيت عليه العجينه عادي، وبعدين خمرت، وبعدها دخلتها عادي الفرن. واستوى معايا وطلع معايا بالجمال ده. طبعا مش عايزه اوريكم برضو الدوائر الصغننه بتاعت الشوكليت حلوه جدا وطلعت طعمها تحفه. شايفين بقى الجمال. تحفة. العجينة حلوة جدا، عاملة زي القطن. انا هفتح معاكم واحدة واحدة عشان تشوفوا قد ايه هي جميلة. نقدر كمان بعد التسوية وان تهدى خالص المعجنات نحفظها في الفريزر في كيس، ونطلعها في الميكرويف ندفيها وتطلع معانا قطن كده. اللي بالتمر دي حلوة قوي مع نكهة القرفة، حلوة جدا جدا. تاني واحدة برضو عجبتني، اللي هي بالزبيب والشوكليت شيبس. حلوة قوي قوي. يعني انا لو عملتها تاني هعمل البريوش ده تاني، هكتر قوي من الزبيب والشوكليت شيبس. كانت حلوة جدا، والسادة تحفة برضو. شايفين العجينة. حكاية. تحفة يا جماعة. العجينة يعني طرية طراوة قطن فعلا، ما بنهزرش، عجينة تحفة. وبكده يكون خلصت وصفة النهاردة. بتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم وعجبتكم الطريقة. لو عجبكم لايك وشير عشان الكل يستفيد. باي باي.